اتجوزت الفنانة رانيا فريد شوقي 4 مرات في حياتها. طيب مين هم أزواجها الأربعة؟ وتفاصيل كل جوازة منهم، ومين زوجها الأول اللي انفصلت عنه بعد 3 شهور، وإيه الموقف الصعب اللي تعرضت له فيه فرحها على عاطف عوض، وليه انفصلت عن مصطفى فهمي 3 مرات، ومين زوجها الرابع اللي اعتبرته عوض ليها من ربنا، وإزاي بنتها الصغيرة اتسببت في تعرضها لانتقادات شديدة. كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. اتولدت الفنانة رانيا فريد شوقي يوم 9 مايو سنة 1974، وهي بنت الفنان الراحل فريد شوقي من زوجته الأخيرة سهير الترك. حبت رانيا الفن من صغرها، وكانت عايزة تبدأ تمثيل من طفولتها، لكن والدها فريد شوقي كان رافض، وكان شرطه الوحيد للموافقة إنها تنجح في الثانوية العامة الأول، فهي وعدته إنه لو وافق على دخولها المجال الفني هتكمل دراستها وهتاخد الثانوية العامة وشهادة جامعية، لكنه رفض برضه. سألت له خلاص أنا هسافر أدرس في أمريكا، وهي كانت عارفة إن دي نقطة ضعفه وإنه مش هيقدر إنها تبعد عنه، فوافق إنها تمثل، وكمان أنتج لها أول فيلم ليها وكان مشارك معاها في بطولته، وهو فيلم من شربات، وده كان سنة 1992. وبعدها انطلقت رانيا فريد شوقي في مجال الفن وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية، لكن كانت مشاركتها السينمائية قليلة، ومن أفلامها من شربات، وليا هرم، وطعمية بالشطة، ومذلب بالشوكولاتة، وعنتر زمان، ووداع للعزوبية، والمقامر. ومن أعمالها الدرامية خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، ويوم عسل يوم بصل، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار، والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزه، وعائلة مجنونة جدا، وخاتم سليمان، وأبو العروسة، والمداح. واتجوزت رانيا فريد شوقي 4 مرات في حياتها، وكانت أول جوازة ليها وهي عندها 16 سنة من رجل الأعمال وليد السعيد ابن الإعلامية راحلة أحلام شلبي، واحتفلوا بخطوبتهم وكتب كتابهم في حفلة كبيرة حضرها عدد كبير من الفنانين، لكنهم انفصلوا بعد 3 شهور بس. وكانت المرة الثانية من مصمم الرقصات عاطف عوض ابن الفنان الكوميدي راحل محمد عوض، وتعرفوا على بعض خلال اشتراكهم مع بعض في مسرحية قصة الحي الغربي، وعاشوا مع بعض قصة حب قوية، واستمرت قصة حبهم لمدة 2 سنين، وبعدها احتفلوا بخطوبتهم. وبعد فترة قصيرة اتجوزوا وعملوا فرح كبير حضروا عدد كبير من الفنانين. وتعرضت رانيا لموقف صعب في يوم فرحها، فهي كانت عيانة جدا في اليوم ده، ووصلت درجة حرارتها ل39، وكان عندها احتقان في الزور ورشح، وما كانش صوتها طالع خالص، لكنها كملت الفرح لأنها ما كانتش عايزة تبوظ أجمل يوم في حياتها. ورزقت رانيا من عاطف عوض ببنتين هما فريدة وملك، واستمر جوازهم لمدة 8 سنين، وانفصلوا بعد خلافات كتير حصلت بينهم. واتجوزت رانيا للمرة الثالثة من الفنان مصطفى فهمي سنة 2007، فهم كانوا أصدقاء لفترة قبل ما تتحول صداقتهم لقصة حب، واحتفلوا بجوازهم في مطعم على النيل يمتلكه الفنان حسين فهمي أخو مصطفى. وقالت رانيا إنها استعانت بدكتورة نفسية عشان تقدر تمهد لبناتها جوازها للمرة التانية، وأكدت إن كان في صعوبات في تقبلهم للوضع، خاصة إنهم كانوا صغيرين قوي. واستمر جوازهم لمدة 5 سنين، وانفصلوا خلالها 3 مرات بسبب خلافات كتير حصلت بينهم بسبب اختلاف الطباع، وكان الانفصال الثالث والأخير بينهم سنة 2012. واتجوزت للمرة الرابعة سنة 2015 من زوجها الحالي رجل الأعمال تامر الصراف بعد قصة حب جمعتهم، فهم تعرفوا على بعض عن طريق صديقة مشتركة بينهم، واتكررت اللقاءات بينهم، ووقعوا في حب بعض واتجوزوا، واحتفلوا بجوازهم في بيت أختها عبير، واقتصروا الحضور على أسرة العروسين. وأكدت رانيا إنها بتعتبر زوجها الحالي عوض من ربنا ليها، وإنه متفهم لطبيعة شغلها وبيحب بناتها، وهم كمان بيحبوه جدا ومتعلقين بيه، لدرجة إن في مرة بنتها قالت لها هو تامر كان فين من زمان. وظهرت صور حديثة لبنات رانيا بعد ما دخلوا مرحلة الشباب، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين بناتها. وقالت رانيا إن بنتها الكبيرة فريدة خلصت دراستها الجامعية، أما بنتها الصغيرة ملك فاشتغلت لفترة في مجال عرض الأزياء، وتعرضت لانتقادات شديدة بسبب ظهورها بملابس جريئة، وده عرض رانيا لهجوم شديد من الجمهور لأنها سمحت لبنتها تلبس الملابس دي.